مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. طب يا جدعان، في خلال فيديو النهارده هنحلل اعلان مسلسل سبايدر مان نوار او زي ما هو معروف دلوقتي باسم سبايدر نوار، واللي زي ما عرفنا دلوقتي بشكل رسمي ان هو هيتم اصداره يوم 27 مايو. والاعلان يعتبر هو فيه تفاصيل كتير، فبلاش ان احنا نطول وتعالى نخش في الفيديو. في البدايه، في حاله ان انت مش عارف، فالاعلان بتاع سبايدر مان نوار هو نزل منه نسخه الوان ونسخه ابيض واسود. المسلسل لما ينزل هينزل منه برضو نفس النسختين دول. وبالنسبه للتحليل سواء للاعلان او للحلقات نفسها، فهنضطر ان احنا نستخدم النسخه الالوان، وده طبعا بديهي لان النسخه الالوان هي اللي بيبان فيها كل شيء. وسواء اتفرجت على اي نسخه من دول فمفيش اي نسخه منهم هيبقى فيها مشاهد اضافيه عن التانية. فالمهم تعالى دلوقتي نبدا بالاعلان. الاعلان بيبدا معانا بنيكولاس كيج، واللي زي ما عرفنا ان هو هيلعب دور شخصيه بير رايلي، ولكن مش بيتر باركر زي الكوميكس بتاع سبايدر مان نوار. ولو هتسال طب ليه هم خدوا الاسم بتاع بير رايلي اللي هو يعتبر شخصيه سكارلت سبايدر خلال الكوميكس، فالاجابه بكل بساطه لان سوني حبت ان هي تعمل شيء مختلف. حبت ان هي تقدم شخصيه جديده من نسخ سبايدر مان، ولكن دي ما تكونش بتعارض اي نسخه من نسخ سبايدر مان اللي سبق واتقدمت قبل كده لايف اكشن. عشان كده شركه سوني بدل ما تخلي اسم المسلسل نفسه سبايدر مان نوار، هم نخلوه سبايدر نوار. طبعا انت ممكن تحس الكلام ده ان هو مبالغ فيه، ولكن شركه سوني بتقول لك ان هي بتعمل كده بحجه ان الناس ما ترتبكش، لان عالم الام سي يو بقى دلوقتي فيه سبايدر مان توم هولاند وتوبي ماجواير واندرو جارفيلد. اما سبايدر مان اللي تابع لعالم سوني هيكون هو سبايدر مان بير رايلي اللي هو سبايدر نوار. والمهم برضو ان انت لو بصيت وراه هتلاقي انه في ازاز يعتبر متلون، وده ممكن يلمح لنا على انه دلوقتي يعتبر هو موجود جوه كنيسه، لان على حسب الافلام والمسلسلات اللي بتتعمل بشكل عام اي ازاز ملون في الاغلب بيتم استخدامه جوه الكنايس. المشهد اللي بعده على طول لما احنا بنشوفه من ظهره بنشوف انه جنبه على الشمال في حاجه اشبه بدولاب او ثلاجه، وده لانها هي عباره عن صناديق كتير. الصناديق دي لو انت تاخد بالك هي موجود قدامها ورد، وده ممكن يقول لنا ان هي دي ممكن تكون صناديق عشان توابيت مثلا ناس ماتت، او دي ممكن تكون مشرحه وقرايب اي شخص من الناس اللي ماتت بتيجي تحط له ورد وبعد كده تمشي. بس لو دلوقتي هديك توقع شخصي بناء برضه على الكلام اللي هقوله بعد شويه، فمن المحتمل هنا بير رايلي بيحاول ان هو يخش المشرحه عشان يدور على شخص معين يعتبر هو مات، وزي ما قلت لك هتفهم الكلام ده اكتر بعد شويه. والمشهد اللي بعده بيكون بير رايلي لابس الماسك بتاع سبايدر نوار، وزي ما واضح قدامنا هنا ان هو موجود جوه بار وفي ناس موجوده وراه جايه عشان تضربه. وطبعا هنا مش محتاج ان انا اقول لك انه شكل الماسك يعتبر فانتاستيك. Say that again. وبرضه لو انت تاخد بالك هنا ان هو بير رايلي يعتبر هو لابس قميص ابيض، وده بيربط وبيكمل المشهد بتاع البار اللي احنا برضه بنشوفه بعد شويه لما هو بيبقى لابس نفس الهدوم. ثم بعد كده بنلاقي مشهد لسبايدر نوار وهو لابس البدله الكامله، مش مجرد قميص، ولكن انا قصدي على البدله اللي هو ظهر بيها خلال الكوميكس وخلال الالعاب، واللي شفناها قبل كده في الكواليس وشفناها برضه خلال نفس الاعلان دوت. وبعد كده بنشوف شويه مشاهد اكشن مختلفه، ومشهد لسبايدر نوار وهو بيتمرجح بالشباك بتاعته. ومشاهد الاكشن اللي كانت موجوده قدامنا هنا من المحتمل ان هي تكون موجوده في مخزن او مينا، وبالتالي ده ممكن يفهمنا ان هو ممكن يكون بيطارد عصابه او مافيا، وده طبعا زي ما قلت على حسب الديكور اللي هو موجود فيه هنا. وبعد كده بنشوف سبايدر نوار وهو بينط جوه كنيسه، وبرده زي ما قلت لك الازاز بتاع الكنيسه يعتبر هو ملون. وبعد كده بنشوف بير رايلي ان هو بيقابل ممثله لي جون لي، واللي على حسب اللي احنا بنسمعه دلوقتي هي هتلعب دور شخصيه باسم كات هاردي، واللي احنا عارفينها باسم شخصيه بلاك كات. وبالتالي يا معلم انت دلوقتي ممكن تتوقع ان هي هتلعب دورين خلال المسلسل. الدور الاول هيكون هو الدور بتاع شخصيه بلاك كات اللي هي معروفه بالنسبه لنا، اللي هي الشخصيه الانتي هيرو اللي هي مش 100% في الصف بتاع الخير ولا 100% في الصف بتاع الشر، ولكن هي مع المصلحه بتاعتها. اما الدور الثاني اللي هتلعبه هيكون ان هي بتغني في احد البارات، او ممكن تكون هي مديره بار من البارات اللي موجوده في خلال المدينه. وطبعا كل التفاصيل دي واكتر انا سبق وشرحتها في خلال فيديو برضو منفصل عن مسلسل سبايدر مان نوار وعن الفيلنز والابطال وكل الناس اللي هتبقى موجوده فيه. المهم بعد كده بنشوفها ان هي بتبقى باصه لبير رايلي وبتقول له عرفني ليه، وهو بيرد عليها وبيقول لها انت عارف الموضوع هينتهي ازاي. فمن الجملتين دول ممكن نتوقع ان هو بير رايلي هيروح لكات هاردي في احد النوادي اللي هي تبقى موجوده فيها، وهيطلب منها ان هي تديله شويه معلومات عن شخص هو بيطارده او بيحاول ان هو يبحث عنه. وبرده كتوقع بسيط ممكن نضيفه على الكلام ده، ممكن شخصيه كات هاردي تكون عارفه ان هو بير رايلي هو سبايدر نوار. اما بالنسبه لظهور بير رايلي في المرايه قدامها وهي عماله بتتكلم، فانا قلت لك ساعه تحليل مسلسل مون نايت قبل كده هنا في القناه لما نزل ان هي المشاهد اللي كان بيظهر فيها مرايات كتير كانت بتدل على ان الشخصيه اللي موجوده قدامنا هي ليها ابعاد مختلفه. وساعتها في حاله مون نايت كنا قايلين ان هي المشاهد دي بتلمح على ستيفن جراند ومارك سبيكتور وجيك لوكلي. وفي حاله بير رايلي زي ما موجود قدامنا هنا في الاعلان ممكن يكون بيلمح على الحياه بتاعته كمحقق خاص والحياه بتاعته كسبايدر نوار. بعد كده بنشوف بير رايلي ان هو موجود في خيمه من المحتمل تكون خيمه طبيه او عسكريه، واللي هي بمعنى تاني ممكن تكون خيمه تبع الجيش. واللي بياكد المعلومه دي هي انه في ناس واقفه بره باين
عليهم ان هم ماسكين بنادق او اسلحه. وبرده لو انت تفتكر الفيديو القديم اللي كنت منزله قبل كده السنه اللي فاتت، انا قلت خلاله معلومه مهمه على ان في ممثل هيلعب دور جندي من الحرب العالميه الاولى، والممثل ده هيكون هو ابراهام بوبولا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هي الحرب العالميه الاولى كانت بين 1914 لحد 1918. وطبعا زي ما قلت لك برده خلال الفيديو ان هي الاحداث بتاعت مسلسل سبايدر مان نوار من المحتمل تكون زي الكوميكس في خلال 1933 او في الفتره دي. وبالتالي ده ممكن يكون منطقي ان هو ده ممكن يكون مشهد فلاش باك او مشهد في الحلقات الاولى، وهنشوف خلاله بيل رايلي ان هو بيعرف صحابه اللي هم موجودين في الجيش معاه. وبالتالي برده ممكن نتوقع ان هي اول عضه لبيل رايلي من العنكبوت اللي هيديله القوه بتاعته ممكن تكون العضه دي جايه له وهو في الجيش. في خلال نفس الفتره بتاعت الجيش دي ممكن تظهر له القوه اللي هي جات له من عضه العنكبوت. ثم بعد كده بنلاقي مشهد لممر، وبعد كده بنلاقي بيل رايلي ان هو دايخ. وهنا ده ممكن ياكد المعلومه اللي انا لسه قايلها على انه ممكن يكون هنا اتعض من العنكبوت ولسه بيدوخ، زي ما حصل بالظبط خلال سبايدر مان 1 لما توبي ماجواير اتعض من العنكبوت وبعد كده داخ. وبعد كده بنشوف صوره واحده ممكن تكون الشخصيه دي هي شخصيه ام جي الخاصه بسبايدر مان نوار. وخليني افهمك معلومه برضو من الكوميكس ممكن تاكد النقطه دي. اللي حصل يا معلم خلال الكوميكس ان هي العمه ماي عمه بيتر باركر كانت هي مديره مركز خيري كان اسمه بويري ويلفير سنتر، والمكان ده كانت شغاله فيه شخصيه ام جي. ولكن بالنسبه لبيتر باركر خلال الكوميكس بتاعت نوار كان ساعتها هو بيحب شخصيه فيليشيا هاردي اللي هي بلاك كات. اما بالنسبه لام جي كان بيشوفها ان هي شخصيه حلوه وشكلها حلو، ولكن هو ما كانش منجذب ليها. وللاسف على حسب اللي احنا بنسمعه دلوقتي على مسلسل سبايدر مان نوار من المحتمل ان هو برضه هيكون بيحب شخصيه كات هاردي، ولكن على الاغلب ممكن كات هاردي هي تموت بطريقه ما، وبعد كده ممكن نشوف سبايدر مان نوار ان هو هيروح لشخصيه ام جي. وخلي بالك برضه ان هو المركز الخيري ده خلال الكوميكس بتاعت نوار بيتر باركر عرف منه ان هو كان في فساد في مدينه نيويورك، فممكن كتوقع شخصي ان احنا ممكن نشوف بيل رايلي ان هو هيروح المنظمه الخيريه دي بحيث ان هو يحاول يدور على الفساد الموجود في المدينه، ومن هناك ممكن يقابل لاول مره شخصيه ام جي. ومن الممكن كمان ان احنا نشوفها خلال المسلسل ان هي بتساعده. بعد كده بنشوف مشهد لبيل رايلي وهو بيبص على العنكبوت الموجود جنبه، وركز لي بقى هنا معلم على التفاصيل اللي موجوده لان ده بياكد الكلام اللي انا لسه قايله. اول حاجه زي ما انت شايف كده بالنسبه للعنكبوت هو فيه يعتبر خرطومين صغيرين خارجين وداخلين جوه العنكبوت، ودول بيوصلوا على الخرطوم موجود ناحيه اليمين تقريبا متصل بانبوبه موجوده تحت. بس بالنسبه للشكل العام ممكن نقول انه هنا بيل رايلي ممكن يكون موجود جوه معمل. اما بالنسبه لشخصيه بيل رايلي نفسه لو انت بصيت عليه هتلاقي ان هو شايل على شماله قنابل او اسلحه، ولو انت برضه بصيت على نص صدره فهتلاقي انه في حزام وده غالبا للبندقيه او السلاح اللي هو ماسكه في الجيش. وكمان لو انت تلاحظ برضه ودي اهم نقطه ان هو موجود على شماله موجود الرتبه بتاعته جوه الجيش، ودي اللي بتاكد لك ان هو المشهد ده يعتبر هو موجود في الفتره بتاعه الجيش، وده ممكن يكون في نفس الوقت بتاع الحرب العالميه الاولى. وعشان للاسف الجوده هنا مش احسن حاجه فنهدي توقعين على الاسهم اللي موجوده هنا. التوقع الاول انه في حاله الاسهم الموجوده هنا هم سهمين طالعين لفوق، فدي ممكن تكون الرتبه بتاعه العريف، وده اللي هو في الجيش بيكون مجموعه من 4 ل 8 افراد. اما في حاله ان الاسهم الموجوده هنا هم من 3 فدي هتكون رتبه سيرجنت او رقيب، واللي هو بيكون من 8 ل 12 فرد او جندي. وبالتالي يا معلم ممكن تتوقع ان هو هنا في الاحداث دي بطريقه ما العنكبوت ممكن يكون اتكسر في العلبه بتاعته وراح عض بيل رايلي واداله القوه بتاعته، وبعد كده طبعا في البدايه هياخد الصدمه وان هو مش هيبقى قادر يسيطر على نفسه وهيكون دايخ، وبعد كده هياخدوه على الخيمه بتاعه الاسعافات وهيحاولوا ان هم يعالجوه. ثم بعد كده بنلاقي مشهد لبيل رايلي وهو ماشي جوه ممر، بنلاحظ انه في واحد ماشي وراه ولابس بدله لونها ابيض، ولو بصيت عليه كويس هتلاقي ان هو ولا وشه باين ولا ايده باينه ولا اي حاجه من جسمه باينه، وده على الاغلب كتوقع شخصي ممكن يكون هو شخصيه مستر نيجاتيف. وحاول تقنعني باي حاجه تانية غير الشكل بتاعه اللي موجود قدامنا هنا. وخلي بالك ان هو المشهد ده من النسخه الالوان زي ما قلت لك مش من النسخه الابيض واسود، فاللي هو برده مش الوان مثلا معكوسه او كده. وطبعا برده ارجع واقول لك ان انا سبق وقلت قبل كده في الفيديو اللي كان بيتكلم عن سبايدر مان نوار ان هو المسلسل ده مليان فيلنز كتير. وبعد كده بنلاقي لقطه لبيل رايلي وهو موجود في المكتب بتاعه بيبص من الشباك واسمه مكتوب على انه محقق خاص. ثم بعد كده بنلاقي مشهد محتمل يبقى تكمله للمشهد بتاع البدايه لما هو كان بيتكلم كات هاردي، وده لانه في خلال المشهدين هو لابس نفس الجرافطه والقميص. ثم بعد كده بنشوف اول ظهور لشخصيه روبي روبرتسون، واللي في الكوميكس كان يعتبر هو شغال مع جي جون جيمسون في خلال الديلي بيوجل، وسبقه شفناه في خلال سبايدر مان 1 و 2 و 3 بتوع توبي ماجواير. في خلال العالم بتاع سبايدر مان نوار هو كان شغال في الجريده اللي باسم ذا نيجرو وورلد، وكان خلالها بيحارب العنصريه اللي موجوده في امريكا. لكن حسب المشهد الموجود هنا فمن المحتمل نشوف ان هو بيتكلم بيل رايلي وهم غالبا موجودين جوه المشرحه، وده لان برضه خلال نفس الاعلان بنلاقي مشهدين برضه لشخصيه روبي روبرتسون وهو بيمسك جثه وبيحاول ان هو يشوف الجثه دي هي بتاعت مين، وطبعا ده بيكون بالنسبه لنا هو روبي لان هي دي نفس اللون بتاع البدله بتاعته. بعد كده بنشوف مشهد لبيل رايلي وهو ماسك رقبته والشاشه عماله بتهتز، والمشهد ده في الاغلب ممكن يكون مشهد لبيل رايلي وهو بيستخدم
سبايدر سنس. برضه ده من المحتمل يكون هو المشهد اللي كان موجود في الكواليس واللي شفنا خلاله ان هو بيل رايلي كان ماشي في الشارع عادي وبعد كده هو وقع، وكان في كلام بيتقال على ان هنا هيبقى فيه وحوش هي عماله ان هي بتهاجمه، او ممكن كان بيطارد مافيا وبعد كده هم وقعوا حاجه هو هيكتشفها. ثم بعد كده بالله ظل الشخص ماسك مسدس، وكنت هقول لك من البدايه انه ده ممكن يكون شخصيه سبايدر نوار وده من العبايه بتاعته، ولكن لما انت تيجي عشان تبص على راسه المتطبقه دي فممكن تقول انه ده شخص شكله غريب، فده معلم ممكن يكون شخصيه يا اما جرين جوبلين او ممكن يكون شخصيه فولتشر، واللي سبق طبعا واتكلمت عليهم قبل كده برضه خلال نفس الفيديو القديم، وعمال بقول لك انه الفيديو القديم كان يعتبر هو مهم، ان من المحتمل خلال المسلسل نشوف شخصيه جرين جوبلين ان هو هيرجع تاني، ولكن ده هيبقى جرين جوبلين اشبه باللي كان موجود في لعبه التيمت سبايدر مان، وده لو شخصيه فولتشر فمن المحتمل يكون التصميم بتاعه مشابه للتصميم بتاع فولتشر اللي كان موجود في سبايدر مان شاترد دايمنشنز. بعد كده بالله مشهد سريع لبيل رايلي وهو موجود وسط عزا، وعلى الاغلب كتوقع شخصي ممكن العزا ده يكون لعمته ماي او ممكن يكون لعمه بين باركر، وده لان موت عمه بين كان مرتبط بالقوه بتاعته اللي هو خدها برضه خلال الكوميكس بتاع سبايدر مان نوار، لان حرفيا فولتشر خلال الكوميكس هو كان عمه بين وهو حي. وبعد كده معلم بنشوف اول ظهور لشخصيه فلينت ماركو او شخصيه ساند مان، وده طبعا اللي هو كان متاكد برضه من التسريبات. والمشهد اللي بعديه بنشوف فيه الصوره بتاعت الممثل بريندون جليسون، واللي على حسب التسريبات والكلام اللي احنا كنا بنسمعه هيكون هو الفيلن الاساسي بتاع المسلسل، هيكون بيلعب دور شخصيه سيلفر مان، ومن المحتمل كمان يكون رئيس عصابه موجود هناك برضه في المدينه وصاحب المشاكل اللي هي بتحصل خلال الاحداث، وكمان برضه ممكن يكون هو اللي بيأجر الفيلنز كبلطجيه ليه بحيث ان هم يخربوا المدينه او يعملوا المهام اللي هو عايزها. بعباره تانية ممكن تقول ان هو خلال المسلسل ممكن يكون رئيس مافيا. بعد كده بالله انه في مشهد سريع لشخصيه كات هاردي وهي تقريبا بتعيط فيه، وده لان احنا بنشوفها سريعا ان هي بتحط ايديها على بقها ولكن المشهد بيتقطع، فمن ممكن كتوقع شخصي ممكن نشوفها هنا انه في حد من قرايبها او حد عزيز عليها هو مات، وده ممكن لان هي ممكن تكون ساعدت شخصيه بيل رايلي او سبايدر نوار. والمشهد اللي بعد كده بتاع الدكتور من ممكن يكون لشخصيه سيلفر مان وهو بيعمل له عمليه، او ممكن يكون هنا بيعمل عمليه لاي فيلن تاني وبيحاول ان هو يحوله. بعد كده بالله روبنسون ان هو بيمسك شخص من المشرحه وبيكون الشخص ده اسمه جيمس اديسون، ولو انت جيت عشان تدور عليه في الكوميكس مش هتلاقي حد باسم جيمس اديسون ولكن هتلاقي جيمس اليسون، وجيمس اليسون ملوش علاقه بالكوميكس بتاع سبايدر مان نوار، فممكن تقول بعباره تانية ده شخص مش موجود في الكوميكس وبرضه مش هيبقى ليه اللي هو تركيز كبير، ممكن يكون دليل مثلا على شيء معين هم بيدوروا عليه مش اكتر. بعد كده بالله انه في قدامنا كائن غريب موجود بشكل غريب وعينين غريبه، كذلك برضه هو عنده رجل يمين ورجل شمال باينين على الشاشه. من المحتمل يا معلم انه المشهد ده يكون لشخصيه بيل رايلي وهو لسه بياخد القوه بتاعته، والكائن الغريب ده ممكن يكون هو ارشيكي جال، واللي هو في الكوميكس كان يعتبر هو اله العناكب واللي هو ادى سبايدر مان نوار القوه بتاعته. وبالمناسبه من المحتمل برضه ان احنا نشوفه خلال سبايدر مان براند نيو داي او نشوف حاجه اشبه ليه هتحصل خلال الفيلم، لان برضه على حسب اللي احنا عرفناه ان هو برضه خلال سبايدر مان براند نيو داي هنشوف انه بيتر باركر هيفقد القوه بتاعته وبعد كده يكتسبها تاني، ومن المحتمل يقابل الشخص او الشيء او الكيان اللي هو اداله القوه بتاعته اصلا، وده لان على حسب الاشاعات اللي عماله بتنزل دلوقتي هنشوف انه توم هولاند هيقابل عنكبوت كبير، فمن المحتمل يكون العنكبوت الكبير ده هيكون هو العنكبوت اللي اداله القوه. بعد كده بنلاقي انه في واحده موجوده معاهم في المكتب، ودي على الاغلب ممكن تكون يا اما واحده شغاله معاهم في خلال الجريده او دي ممكن تكون السكرتيره بتاعت بيل رايلي وموجوده في المكتب بتاعه اللي هو خاص بالتحقيقات. وزي ما احنا بنسمع هنا هي بتساله ايه اللي حصل لك، وهو بيرد بيقول ان انا ضربت شويه ناس في بار. بعد شويه بنلاقي فعلا شويه مشاهد وهو بيضرب شويه ناس، ولكن لما انت تيجي عشان تحلل كل مشهد من دول هتلاقي ان المشاهد دي مش موجوده في مكان واحد. يعني على سبيل المثال اول مشهد بيكون لسبايدر نوار وهو بيضرب واحد وفي ضوء موجود لونه ابيض جاي من وراه، والضوء الابيض ده ممكن يديك ايحاء على ان الاحداث دي ممكن تكون بتحصل وقت العصر او الصبح. وكذلك برضو بنشوف هنا ان سبايدر نوار هو لابس قميص ابيض والماسك بتاعه وده من غير الطاقيه بتاعته. تاني مشهد بعديه بيكون سبايدر نوار وهو بيضرب شويه حراميه ولكن بالليل، بيبقى باين من الباب ان هي الدنيا بتمطر، ولكن لو انت بصيت على اليافطه هتلاقي ان هو ده في محل مجوهرات وده لانه مكتوب جولري. والمشهد الثالث بيكون شخص شغال في بار وبيل رايلي بيشرب عنده، وبرضه باين من النور اللي وراهم ان هم تقريبا الصبح لان الاضاءه لونها ابيض. وبعد كده زي ما قلت بيقول لها ان هو ضرب شويه ناس في بار وبعد كده سكر اكتر، وبنشوفه بيكمل ضرب في نفس البار. ثم بعد كده بنشوف مشهد لسبايدر نوار وهو بيقع من مكان لسه بيتبني او تحت الانشاء. بعد شويه خلال الاعلان بنشوف نفس المشهد ولكن من زاويه مختلفه، وعلى الاغلب فلينت ماركو او ساند مان هو كده يا اما كان عارف الهويه بتاع سبايدر مان او ممكن هنا يكون عارف ان هو بيل رايلي. المكان اللي هنا اللي تحت الانشاء هو نفس المكان اللي برضه ظهر فيه ساند مان لاول مره خلال الاعلان، ونفس المشهد برضه اللي بيظهر بعد شويه بشكل سريع وهو بيضرب سبايدر مان نوار. وفي خلال المشهد بتاع الضرب لو تاخد بالك وبطاقه المشهد هتاخد بالك ان هو وشه عمال بيتحول لشويه رمل بيتحركوا، ومعرفش هل انا لوحدي
اللي حسيت الاحساس ده ولا لا؟ بس بالنسبه لي بدات ان انا اربط على ان اي ظهور لشخصيه ساند مان بيبقى في مكان تحت الانشاء، زي الظهور بتاعه في خلال لعبه سبايدر مان 2 انتر الكترو، او في خلال سبايدر مان 3 سواء اللعبه او الفيلم، او حتى قدامنا هنا برضو خلال سبايدر مان نوار. وبعد كده بنلاقي مشهد تاني لبيل رايلي وهو موجود وسط شويه نار، وده ممكن يكون قبل ما ياخد القوه بتاعته. بعد كده بنلاقي انه في مشهد العنكبوت وهو بيترمي عليه جرنان، والجرنان ده من المحتمل يكون هو الجرنان بتاع الديلي بيوجل. والجريده دي يا جدعان كانت موجوده برضو واتاكدت من الكواليس نفسها، لان هي اللي اساسا اكدت شخصيه سيلفر مان ان هو يبقى موجود خلال المسلسل. ثم بعد كده بنشوف بيل رايلي ان هو بيصور زي صفقه او تقريبا كده حاجه غلط بتتعمل في الدره. عجبني الصراحه يا جدعان في المشهد ده ان هم رجعوا الكاميرات ان هو يتم استخدامها تاني. ثم بعد كده بنشوف شويه دكاتره وتقريبا هم بيعالجوا وش الشخص اللي هو كان موجود من شويه، واللي هو نوعا ما بالنسبه لي ممكن يكون شخصيه شوكر، ولو مش هو ممكن يكون هو شخصيه سيلفر مان. بعد كده بيل رايلي بنشوفه ان هو يا اما على السرير في المكان بتاع الجيش بتاعه اللي هو بينام فيه، او ممكن هنا على السرير بتاع الطوارئ او بتاع الاسعافات اللي هم نعالجوه عليه. وبنلاقيه طبعا ان هو بيعمل شويه حركات غريبه بايده، وده على حسب تفسير الشخصي ممكن يكون هنا بعد ما هو قابل اله العناكب، وهنا بيحاول ان هو يستدعي او يستخدم القوه بتاعته اللي هو سمع عنها. وطبعا ده برده مشابه لسبايدر مان 1 لما توبي ماجواير كان لسه بيحاول يستخدم القوه بتاعته. ثم بعد كده بنشوف بيل رايلي ان هو موجود في بار، وهنا ممكن يكون اول مقابله بينه وبين شخصيه كات هاردي، واللي هي في المشهد اللي بعده على طول بتظهر وهي كمان عماله بتغني قدام الكل. ثم بعد كده بنشوف روبن هو برده بيصور شيء هو مصدوم منه وكذلك برده عمال بيرتعش. ثم بعد كده بنشوف ظهور فيلن جديد، وده هو شخصيه مولتن مان، واللي المفروض كان هو اللي موجود في خلال سبايدر مان فار فروم هوم، ولكن اسمه ما اتذكرش، كان بس بيتقال عليه ان هو عنصر النار. ثم بعد كده بنلاقي المشهد الايقوني اللي حصل في خلال كل افلام سبايدر مان، واللي هو بيكون لبيل رايلي وهو حاطط البدله بتاعت سبايدر مان في خلال شنطه، ولكن هو ماسك الماسك في ايده وعمال بيتكلم. طبعا نفس الاجواء بتاعت سام ريمي خلال سبايدر مان 3 بالظبط، ولكن لو انت تاخد بالك هنا ان هي البدله بتاعت سبايدر مان تعتبر هي كامله زي الكوميكس وزي الالعاب برضه. بعد كده بنشوف سبايدر نوار وهو موجود فوق سطح مبنى، ويخرب بيت العظمه يا جدعان على الساندر اللي بيشتغل وراه. المشهد ده على الاغلب هو متاخد برضه من الفيلم بتاع الواتش مان بتاع زاك سنايدر، وبعديه مشهدين ما لهمش اي تفسير بالنسبه لي، مشهد لسبايدر نوار وهو بيغرق، والمشهد اللي بعده الكات هاردي وهي بتقع من مكان عالي. ايه التفسيرات هنا؟ احب اقول لك ان انا مش عارف ايه بالظبط اللي ممكن يكون حصل، بس بالنسبه لي ممكن هنا كات هاردي هي هتموت. بعد كده بنشوف ظهور سيلفر مان تاني بشكل سريع، ثم بعد كده بنشوف مشهد للتليفون قديم محطوط فوق شويه ورق، وزي ما مكتوب هنا وممكن نستنتج ان هو الورق ده هو بيخص البوليس، بالتالي ممكن يكون المشهد ده هو موجود جوه اسم شرطه او جوه مركز شرطه. ممكن نتوقع حاجه كليشيه قديمه حصلت خلال افلام كتير، ان هو ممكن يكون المشهد اللي موجود قدامنا هنا هيكون اول مشهد للشخص بيتصل على الشرطه وبيقول لهم انه في شخص غريب موجود في المدينه، واللي هو هيكون شخصيه سبايدر مان نوار. بعد كده بنلاقي مشهد سريع بيظهر فيه شويه دولارات، والدولارات دي يا جدعان بالرغم ان هي حاجه تافهه خلال الاعلان كله، الا انها بالنسبه لي هي ممكن تاكد لي الفتره اللي موجود فيها احداث المسلسل، لان لو انت تاخد بالك هنا من التصميم بتاع الدولارات دي هتلاقي ان هي قديمه وبترجع لسنه 1934، وبالتالي ممكن تكون هي دي السنه اللي بتحصل فيها احداث المسلسل. ولو عايز حقبه زمنيه محدده فممكن تكون ما بين 1934 و 1966. طبعا احنا مش هنوصل للتاريخ ده، ولكن في خلال نفس الحقبه دي بالنسبه لي. بعد كده بنلاقي كات هاردي ان هي بتهبد على البيانو بشكل غريب، معرفش ايه اللي هي بتعمله. وبعد كده بنلاقي اول ظهور قدامنا للفيلن الجديد واللي هو شخصيه الكترو. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان هو المسلسل ده مليان فيلنز كتير، فانت كل شويه عمال بتتفاجئ، وما خفي كان اعظم. وزي ما انت شايف قدامك هنا ان هي القوه بتاعته هي باللون الاصفر، وطبعا برده الناحيه الثانيه هو واقف قدامه بديهي شخصيه سبايدر مان نوار بنفس الطاقيه بتاعته. وبعد كده بنلاقي سبايدر نوار وهو بيتمرجح في المدينه زي كل الافلام بتاعت سبايدر مان بطريقه جامده. المشهد الاخير بيكون مشهد ملوش اي اهميه، لان احنا بنشوف فيه بيل رايلي ان هو بيعدل الطاقيه بتاعته، ولو انت شفت الاعلان بالابيض والاسود فانت هتشوف اللقطه دي ان هي الوان، ولو انت شفت الاعلان اللي هو بالنسخه بتاعت الالوان فانت هتشوف المشهد ده باللون الابيض والاسود. بس الهدوم اللي هو لابسها هنا سواء القميص او الجرافطه فدي هي برضو نفس الهدوم اللي كان لابسها لما قعد مع كات هاردي. اما بالنسبه يا جدعان للاعلان اللي هو نزل السنه اللي فاتت فكان الجديد اللي موجود فيه هو المبنى اللي هو كان تحت الانشاء، وشويه مشاهد لبيل رايلي وهو بيضرب العصابه اللي هم كانوا موجودين في المحل بتاع المجوهرات. والمشهد الثالث هو المشهد بتاع الفيلن او رجل العصابه اللي هو موجود في النص ماسك عصايه عند ايده اليمين، ومن المحتمل يكون يا اما شخصيه سيلفر مان او كينج بن. طبعا بالنسبه للمسلسل زي ما قلت لكم قبل كده الاحداث بتاعته في الاغلب هتبقى في الاحداث القديمه بتاعت 1930 و33، فليه ما اعتقدش هيبقى فيها قفزه بالزمن للاحداث الحاليه او الوقت الحالي. اما بالنسبه للنقطه الثانيه ودي بالنسبه لنا المهمه جدا، وهي انهم المنتجين بتوع المسلسل ده هم كريس ميلر وفيل لورد اللي هم من انتجوا سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس واكروس سبايدر فيرس وبيوند ذا سبايدر فيرس. فالسؤال هنا هل ده معناه ان هو سبايدر نوار اللي موجود
موجود قدامنا هنا هيكون هو نفس سبايدر مان نوار اللي موجود في الاعمال الانيميشن؟ فلو انت عندك السؤال ده فاحب اقول لك انه بكل بساطه احنا ما نعرفش، لان ممكن يخلوا سبايدر مان نوار يكون هو شخصيه بيل رايلي، وكده كده سبايدر مان نوار اللي كان موجود في العمل الانيميشن سواء انتو سبايدر فيرس او اكروس سبايدر فيرس كان اسمه بيتر باركر على حسب اللي احنا سمعناه واللي هو نفسه قاله. فبالنسبه لللايف اكشن هيبقى في اتجاه، وبالنسبه للانيميشن هيبقى في اتجاه تاني. ولكن برضو من الناحيه التانيه احب اقول لك ان هم ممكن يربطوا الانيميشن مع اللايف اكشن. ولو هتيجي تقول ازاي، هاجي اقول لك انه ممكن في خلال المسلسل ده يعرفونا ان هو ممكن يكون بيتر باركر هو غير اسمه بطريقه ما من الاسم بتاع بيتر باركر لاسم بيل رايلي، وده لسبب ما ممكن نسمعه خلال المسلسل نفسه لما يتعرض. والحوار ده يا جدعان لو حصل فده كده هيخلي الشخصيات الانيميشن هتفضل انيميشن في خلال الاعمال الانيميشن اللي هتظهر فيها، لكن لو في شخصيه انيميشن هتظهر في عمل لايف اكشن فهي هتظهر بالهيئه اللايف اكشن بتاعه الممثل نفسه. اظن بالنسبه لك الصوره وضحت دلوقتي. طبعا بالنسبه للمسلسل ده يا جدعان زي ما قلت هو هينزل يوم 27 مايو وهيكون متكون من 8 حلقات. وبس كده، عرفني رايك تحت في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو كنوع من دعم المحتوى، واشوفك على خير المره الجايه، والسلام.